راجل متابع للشأن الدولي والشأن المحلي، فانت ممكن حاجه يعني استاذ وحيد عامل عمل رائعته لا ده استاذ الاساتذه للاخوان ده. ده استاذ الاساتذه. ومع ذلك في الحوار اللي اتشرفت اني اعمله معاه كان عطلان في الجزء الثالث في الكتاب. ايوه في الجامعه كان عطلان. بس انت قلت له تقدر وحيد تكتب حامد، ده. قلت له الاستاذ وحيد حامد يقول عطلان، قال لي كده عطلان في الكتاب مش عارف. قلت له الاستاذ وحيد حامد قال لي ان اللي هكتبه ممكن مجتمع ما يتقبلوش، لان الجزء الاول كان الشخصيه المحوريه حسن البنا بدايه الموضوع. الجزء الثاني سيد قطب وزينب الغزالي. طب الجزء الثالث خطأ الرئيس السادات ان هو اتاح المجال للاخوان، ان هو فتح له. وفي عشان تفهم وجهه نظر الاستاذ وحيد في ده، ساعات بيبقى فيه قناعات وطنيه لا يجب ان تمس، لان المساس بيها مهما كان نفعه ضرره اكبر. زي قامة جمال عبد الناصر، انا ممكن اكون مختلف 1,000,000% مع حاجات كتير للرئيس عبد الناصر، لكن قامة عبد الناصر الوطنية لا تهتز. ممكن ابقى مختلف في حاجات مع الرئيس السادات بس مش كتير بالمناسبة، بس قامة انور السادات لا تهتز. اختلف مع حسني مبارك في كذا وكذا، رئيس مبارك، لكن قامة حسني مبارك ما كان يجب ان تهتز، ما كان يجب ان تهتز. خلاص. ممكن اختلف، اقول لك حاجة، ممكن اختلف في بعض الاجراءات والحاجات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن لا اسمح ان قيمته او قامته تهتز، لان ده رمز مصر، ده رئيس مصر. انت دخلت كتبت مره بوست طويل لحد كان بدأ يتكلم على مصر وكنت قاسي بقى، لا اجيب سيره بلد دي ههينه. كنت قاسي. مفيش ذوق واحد بيقل ادب على بلدك. بص انا كنت بسجل بودكاست في دبي من شهر، مذيع محترم زي حضرتك كده، فقال لي انت مقتنع بكل ارائك اللي كتبتها في الكتاب بتاعك؟ انا عملت كتابين، الطريق الى الجمهوريه الجديده وعند منتصف الطريق. كتبت عند منتصف الطريق دي سنه 22. خلاص سنه 22 عند منتصف الطريق، قلت ان مصر واقفه في نص الطريق مش في مفترق طرق تفرق. قال لي انت مقتنع بكل كده؟ قلت له مقتنع. قلت له في حاجه تانية؟ قال لي، قلت له انا جزء من تجربه ومشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا من الجيل، وعشان كده بيقول لك ايه، انت مشيت وانت زعلان، ازعل ليه يا جماعه؟ هذا النظام وهذه الاداره خيرها عليا وعلى غيري، كون ان غيري ما بيعترفش دي ازمته، لكن انا مش هعوم على عومه، دي قصته. تمكين الشباب ووجود الشباب في مناصب كبيره ده ما كان يحدث لولا هذه الاداره. لولا هذه الاداره، صح. والرئيس دايما كان عايز جنبه الشباب وعايز حواليه الشباب. خلاص مهمتك انتهت، بنعظم وربنا يوفق. فاهم الكونسبت ده؟ خلاص. انا اقول لك حاجه، انا بحترم المعارض الواضح، مش الوطني المبتز. مشكلة ان الناس بقت بتعارض الوطن مش بتعارض الحكومات. ده بقى بيعارض الوطن. يا باشا انت ما بتدينيش ليه؟ انا بقول تحيا مصر. هي بقت كده؟ لا هو مفيش حد ليه فواتير على مصر. هي بقت كده؟ محدش مدين مصر. انت ما بتدينيش ليه؟ ده انا بقول تحيا مصر. هي بقت كده؟ ده دورك يعني، ده فرض مش منا انك تحب بلدك وانك تقف في ظهر بلدك. ده مش شيء منا بتستنى قصاده مقابل. انا في الاخر ده فرض عليك. بص ديك انت شفت، بص في حاله، مش انا بقول لك في مزاج اخواني سلفي في فواضح ان هو ده السوشيال ميديا عامله ايه. حتى المشاكل اللي بقت تختلق وتصطنع مع شعوب تانية